السلام عليكم ومبروك عواشركم. من بعد ما صيبنا العسل جا دور الشباكية، وكما العادة مقادير بسيطة وطريقة سريعة وسهلة وناجحة 100%. خليكم معايا. غادي نحتاجو كيلو 150 غرام ديال الدقيق، 150 غرام اللوز، 70 غرام ديال الزنجلان، 2 معالق ديال النافع، 2 معالق ديال حبة حلاوه، 2 معالق ديال القرفه، معلقه صغيره الكوزه، شويه الملحه وشويه ديال المسكه. نجمعوا النواشف، نزيدوا عليهم بيضه و4 معالق ديال الخل، 150 غرام ديال الزبده و150 غرام ديال الزيت. نبداو نعجنوا، ومن بعد نزيدوا 180 غرام ديال الزعفران، 180 غرام ديال الزهر نسخناه مع الزعفران ونعجنو. كنحصلوا على هاد العجينه قاصحه، راه كل ما قصحت العجينه كل ما كانت الشباكيه ناجحه. كنخليوها ساعه ومن بعد نقسموها كيف ما كتشوفوا ونبداو كنطلقوا في الاول على شكل مسمنه كما كتشوفوا. كنجمعوها على 4 وكنخليوها ترتاح عاوتاني واحد نص ساعه، ومن بعد ملي كترتاح كنبداو نطلقوا العجين. وفي هذه المرحله راه كلشي كيعرفها، كنجيبوا الجراره ديالنا ولا اي اله باش كنصايبوا الشباكيه، وكنبداو نقطعوا مربعات. كنديروا 1 2 3 4 5 كنقطعوا، كيخرجوا لينا على هذا الشكل. وهذه هي العمليه اللي ما كتصدقش. الاولى على الثالثه والثالثه كنديروا تحت منها الخامسه، وهذوك اللورانيين كنلبسوهم مع بعضياتهم وكنجمعوا هاد القنيتات كنحطوها وكنصايبوا الوريده ديالنا. هذه هي شباكيه سهله كما كتبان لكم. الاولى على الثالثه والثالثه تحت منها الخامسه، وكنلبسوا هذوك اللورانيين وكنجمعوا القنيتات وكنحطوا بحال هكا وكنجمعوا الوريده. ولا بغينا نقطعوا الزوائد كنقطعوهم، ما بغيناش ماشي مشكل. هذه هي الكميه اللي خرجت. من بعد خليتها انا باتت وتا الصباح باش قليتها خليتها تحصلت على هذا اللون اللي كما كتشوفوا ذهبي. ومن بعد بديت كنهز وكنحط في العسل مباشره. يكون عندنا كل شيء قريب، العسل فين غنسقطروا العسل، الزنجلان، كل شيء حدانا باش ما تحرقش لينا الشباكيه. مني درت القليه الثانيه هزيت الشباكيه درتها تسقطر وبديت نرش عليها الزنجلان، وهكذا مني نحس بالشباكيه تقلات كنبدا نهز في الاخرى نخليها تسقطر. وكانت هذه الكميه اللي خرجت ليا ما شاء الله، وكما كتشوفوا رطيبه وهشيشه ومعسله من الداخل. بسم الله. جات بنينه هشيشه مقرمله من برا. المذاق ديالها رائع. جربوها وبصحه والراحه.